الفيلم بيبدأ وجون ويك يا عيني نازل من عربية متدمرة وهو كمان متدمر ومتبهدل على الآخر، لدرجة إن بينزل يزحف على الأرض من كتر الضرب اللي واخده. بيقوم مطلع موبايله وبيتفرج على فيديو لمراته الله يرحمها، ودي بتبقى آخر حاجة بيشوفها قبل ما يروح فيها ويغمى عليه. بنرجع بقى بالزمن شوية وبنشوف جون ويك وهو لسه صاحي من النوم وباين عليه القهر والزعل عشان مراته اللي واضح انه كان بيعشقها، بس للأسف مراته جالها مرض وحش قوي وجون كان جنبها في آخر أيامها لحد ما ماتت. يوم الدفنة والعزا وبعد ما جون ويك دفن مراته بيظهر واحد شكله غريب كده وبنعرف انه ماركوس صاحب جون بتاع زمان. ورغم انهم بقالهم كتير ما شافوش بعض، بس ماركوس كان باين عليه الزعل قوي على مرات جون. الراجل عزى جون ومشي. جون يروح البيت يلاقي طردية جاياله، بيكتشف انها رسالة من مراته كانت بعتها له قبل ما تموت. جون قلبه بيتقطع وهو بيقرا الرسالة وبينهار خالص، بس وهو بيقرا بيلاقي مع الجواب حاجة تانية، كلب مراته بعتته له عشان يبقى ونس ليه وصاحبه بعد ما بتموت. جون طلع الكلب من القفص بتاعه وبدأ يهتم بيه ويتعامل معاه زي ما مراته كانت عايزة بالظبط. بقى كل حاجة في حياته. تاني يوم الكلب بيصحي جون فبيخرج بيه وبيركب عربيته اللي كانت غالية عنده قوي عشان كانت بتاعته هو ومراته، وبيروح بيها محطة البنزين. هناك بقى بيلاقي شوية شباب واقفين وواحد فيهم عينه بتزغلل على عربية جون. الواد بيروح لجون وبيعرض عليه يشتريها، بس جون بيرفض وبيقوله العربية دي مش للبيع يا كابتن، وبيسيبه وبيمشي. بالليل وجون نايم في امان الله بيلاحظ ان الكلب عمال يهوهو بصوت عالي وعايز يصحيه باي شكل. جون افتكر عايزه يعمل حمام ولا حاجة، فقام ماشي وراه وفجأة بيتفاجئ باتنين متلثمين جوه بيته ومعاهم واحد تالت بيطب عليه من وراه وبيديله واحدة على دماغه يروح فيها. ونزلوا في جون ضرب مفيش رحمة وكانوا عايزين مفتاح العربية بتاعته. ولما الكلب بتاع جون عمل صوت واحد فيهم بكل برود راح له وقتله. الواد اللي قتل الكلب بيروح لجون وبيكشف وشه وبنعرف ان هو نفس الشاب بتاع محطة البنزين اللي كان عايز يشتري العربية. بيقوم مدي جون ضربة كمان وبيغمى عليه تاني. بعد شوية جون بيفوق بيلاقي الكلب بتاعه اللي كان آخر هدية من مراته ميت قدامه. حزن الدنيا كله بينزل عليه. في الناحية التانية الواد يوسف اللي عمل الفيلم ده كله واللي هو ابن فيجو زعيم المافيا الروسية الكبير، بياخد العربية اللي سرقها من جون وبيروح بيها لواحد اسمه أوري. ده بقى واحد فنان في تظبيط ورق العربيات المسروقة. بس الغريب بقى ان وش أوري جاب ألوان، وأول ما شاف العربية اللي جايبها يوسف ده القلق بان عليه قوي. ولما سأله هو قتل صاحب العربية دي ولا لأ، الواد قال له لأ بس قتلنا الكلب بتاعه. هنا أوري بصله وهو متنح ومصدوم عشان عرف ان دي عربية جون ويك. قام مدي يوسف بالقلم على وشه وقال له يطلع بره فورا. وقال له ابوه لما يعرف هو عمل المصيبة دي مع مين هيفهم هو اتضرب بالقلم ده ليه. جون عشان عارف انهم اكيد هياخدوا العربية لأوري بيروح له على طول بعد ما بيدفن الكلب بتاعه، وعينيه بتطق شرار وعاوز ينتقم. أوري طبعا كان عارف ان جون اكيد جايله، فما ترددش ثانية واحدة ان يقول له مين اللي خد عربيته، وقال له ان يوسف ابن المعلم فيجو زعيم المافيا. جون قام واخد عربية من عند أوري عشان يتحرك بيها وبيبتدي رحلة الانتقام. بعد ما جون مشي فيجو كلم أوري في التليفون وزعق له ازاي يضرب ابنه، بس لما أوري قال له ان ضربه عشان سرق عربية جون ويك وكمان قتل كلبه، وش فيجو اتخطف واتقلب 180 درجة وبان عليه الرعب والخوف الشديد قوي. عشان كده لما ابنه يوسف راح له وحكى له عمل ايه بفخر، قام فيجو نازل فيه ضرب وسأله ازاي يعمل عملة سودا زي دي. يوسف بصله وهو مستغرب وقال له يا بابا ده كله عشان سرقت عربية واحد اي كلام يعني. هنا بقى فيجو بصله وقال له انت عملت كده مع جون ويك. جون ويك يا غبي اللي بيسموه البابا ياجا او ابو رجل مسلوخه. يعني فيجو فهم ابنه ان الراجل ده اخطر واحد ممكن يقابله في حياته، وحكى له عن شغل كان بينهم زمان وانه كلف جون بمهمه مستحيله مفيش بني ادم طبيعي يقدر يرجع منها حي، بس جون عملها ونجح. وفي الوقت اللي فيجو بيطلب من ابنه يختفي ومحدش يشوف وشه عشان لو جون ظهر يبقى خلاص اعتبر نفسك ميت، كان جون في بيته بيطلع عدة الشغل القديمة وبيجهز نفسه لانه عارف ان فيجو اكيد هيبعت له اللي يخلصوا عليه. وفعلا فيجو بيبعت فرقة موت على بيت جون عشان يقضوا عليه، بس جون كان عامل حسابه ومستنيهم وخلص عليهم واحد ورا التاني. ولان فيجو كان متوقع حاجة زي دي راح لصاحب جون القديم ماركوس وعرض عليه 2 مليون دولار عشان يقتل جون ويك. ماركوس بصله كده والغريبة انه وافق على عرض فيجو. بعد ما مشي من عنده بنعرف ان ماركوس ده قناص محترف ومفيش زيه، وبيبدأ يجهز قناصته عشان ينفذ المهمة.
في نفس الوقت ده جون بيدخل اوتيل اسمه كونتيننتال، والاوتيل ده بقى له نظام وقوانين خاصة بيه. اهم قانون فيها ممنوع منعا باتا اي شغل او قتل يحصل جوه الاوتيل، واللي هيخالف القانون ده عقابه الموت على طول. المهم جون دخل الاوتيل وهناك قابل واحدة يعرفها اسمها برينكز. جون حجز اوضه، بس قبل ما يروح اوضته راح لوينستون صاحب الاوتيل اللي رحب بيه جدا. جون كان عايز يعرف منه مكان يوسف فين بالظبط. الناحيه التانيه فيجو عرف ان جون في الاوتيل، فقام مزود المكافاه على الراس جون، وقال لواحد من رجالته ان اللي هيقتل جون جوه الاوتيل ويكسر القواعد يعني هياخد 4 مليون دولار. جون جهز نفسه بعد ما عرف مكان يوسف كان في نادي ليلي كده، وراح له هناك. دخل موت كل الحراسه اللي بتحميه، وفي وسط ضرب النار ده يوسف عرف يهرب، وجون خد طلقه في جنبه. فرجع على الاوتيل وطلب دكتور يجيله الاوضه فورا، ورمى نفسه على السرير يستريح. وهنا بنشوف ماركوس على سطح العماره اللي قدامه بيجهز قناصته ومصوبها ناحيه جون، بس فجاه لمح ان في حد طالع على السلم وداخل على اوضه جون، فقام ضارب طلقه جنب جون عشان ينبهه ويصحيه. جون قام مفجوع واكتشف ان اللي دخلت عليه تبقى برينكز، وكانت جايه تقتله عشان تاخد المكافاه بتاعت فيجو. بس جون كان اجدع منها وعرف يسيطر على الموقف، وخد منها المعلومه المهمه ان فيجو بيشيل كل فلوسه المهمه وحاجته في كنيسه قريبه من المحكمه. قام جون مديها بكعب المسدس على دماغها واغمى عليها، وطلب من هاري جاره في الأوضة اللي جنبه كان زميل برضه إن يخلي باله منها وما تهربش. وطلع جون يجري على الكنيسة اللي برينكز قالت له عليها. دخل خلص على كل اللي هناك وولع في فلوس فيجو كلها وفي كل حاجة مهمة تخص شغله. في الناحية التانية بقى برينكز عرفت تفك نفسها وقامت مباغتة هاري وقتلته جوه الأوتيل. كده هي كسرت أهم قانون. في نفس الوقت ده جون كان بيهجم على فيجو ورجالته في مكان تاني، بس عشان عددهم كان كبير قوي فيجو عرف يخبط جون بالعربية بتاعته واغمى عليه ووقع في ايديهم. وحتى وجون مربوط قدامه فيجو كان لسه بيموت من الرعب منه. جون طلب منه يقول له مكان ابنه فين، وفي المقابل هو هيسيبه يعيش، بس فيجو رفض وامر رجالته يخلصوا على جون وسابهم ومشي. وفجأة ظهر ماركوس صاحب جون القناص وبدأ يقنص في رجالة فيجو ويخلص عليهم وفك جون. طلع جون يجري ورا فيجو لما فيجو ملقاش قدامه اي حل تاني وخلاص اتزنق، اضطر يقول لجون مكان ابنه يوسف مستخبي فين. بنشوف يوسف في المكان اللي مستخبي فيه ومعاه جيش من الرجالة عشان يحموه لو اي حاجة حصلت. بس الكلام ده كله ما فرقش مع جون طبعا. دخل عليهم زي الاعصار، خلص على كل الرجالة كلهم، ومش بس كده ده فجر كل العربيات اللي في المكان عشان يوسف ما يعرفش يهرب بأي شكل. وفي الاخر قتل وخلص طار الكلب والعربية. فيجو كان قاعد بيشرب وبيستنى التليفون اللي هيقوله ان ابنه اتقتل، واول ما التليفون رن قبل حتى ما المتصل ينطق كلمة فيجو رد عليه وقال له جهز العزاء. بعد اللي حصل ده كله برينكز شافت ماركوس وهو واقف مع جون، وجون كان بيشكره انه انقذ حياته اكتر من مرة. هنا برينكز فهمت ان ماركوس كان بيشتغلهم كلهم من الاول وانه كان بيساعد جون. عشان كده وبالليل وماركوس مروح بيته رجالة فيجو طلعوا عليه بعد ما برينكز بلغت فيجو. فيجو كلم جون في التليفون وقال له انه هيموت ماركوس دلوقتي عشان خانه. جون طلع يجري زي المجنون على بيت ماركوس، بس للاسف وصل متاخر ولقاه ميت. بس وينستون ما كانش ناسي اللي برينكز عملته وقتلها لهاري جوه اوضه الاوتيل، وعشان كده وهي ماشيه في الشارع طلع لها رجالته وخلصوا عليها بامر مباشر منه عشان كسرت القواعد. وينستون برضه ما بخلش على جون بمكان فيجو وقال له انه بيجهز نفسه عشان يهرب من البلد بالطياره. جون راح فورا للمكان اللي وينستون قال له عليه، وحصلت مطاردة أخيرة بينه وبين فيجو ورجالته. جون طبعا عرف يخلص على كل الرجالة كلهم ومبقاش فاضل غيرهم هما الاتنين بس، جون وفيجو وش الوش. ولما فيجو حس انه خلاص كده كده ميت دخل في خناقة عنيفة بالأيادي والسلاح الأبيض مع جون. ورغم ان فيجو عرف يدي جون طعنة إلا ان جون شال السكينة من جسمه وبكل برود غرزها في رقبة فيجو وموته. وبنرجع لأول مشهد في الفيلم خالص وبنشوف ان جون بعد ما أغمى عليه وهو نازل من العربية المتبهدلة قدر يلم نفسه ويستجمع قوته وقام دخل مكان شكله عيادة بيطرية أو مكان للكلاب، ولقى هناك دباسة قام قافل بيها الجرح اللي في جنبه. وقبل ما يمشي لقى كلب صغير شكله كيوت ومحطوط في قفص شكله هيتعدم، قرر ياخده معاه عشان يبقى هو صاحبه الجديد في رحلته اللي لسه شكلها مطولة. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.